لما تغلط في حق إنسان بيحبك وتبقى عارف إنه بيتألم بسببك، فتقرر تتعامل معاه عادي وتتجاهل ألمه وكأن مفيش حاجة حصلت، وتتوقع منه إنه يتبسط بكده، فأنت غلطان. أنت كده بتراهن على تمسك علاقتكم واستمراريتها من الأساس. مفيش حاجة بتأذي في اللحظات دي قد التجاهل، الزعل والآلام اللي تسببت فيه، وتجنب العتاب أو النقاش لمجرد إنك عاوز كده. الأنانية دي كفيلة تقتل ما بينكوا حاجات للأبد. إنك تستخسر تراضي شخص بيحبك وبيتألم بسببك، ده كفيل يبوظ كل حاجة بينكم مع الوقت. المحبة بتموت بتراكم الخيبات الصغيرة اللي زي دي، لما بنحس إننا بنهون عادي.